ياسين، المكان منطقة عين بالخير دوار ولاد العور التابعة لدائرة سيل محجوب ولاية المدية، قرية فلاحية بامتياز، سكانها كامل تربطهم صلة قرابة، يعني لافامي وحدة، حوالي 40 دار، كل دار بعيدة على الأخرى بكيلومتر على الأقل. والله كانت الجنة فوق الأرض كما يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. حتى جات الفتنة، والفتنة أشد من القتل يا خالتي، اللي ما خلت لاساس لراس، وتحولت الجنة لجحيم. على بيها دايما نحب ننصح نفسي وخاوتي بلادنا لازم نزيدوا فيها، ما نقولكمش جنبوا الفتنة، نقولكم لازمنا نحاربوا دعاة الفتنة والفوضى والمغامرين ونتصداو لهم. المهم نرجعوا للحكاية. أول مرة ظهرت في هذيك المنطقة جماعة بن حجر ومعاه الإرهابي المرعب السايح عطية. بعدها بدأوا بالدعوة للالتحاق بصفوفهم. وشكون يعرف الدولة في هذاك الوقت يا أخويا؟ دوارنا هذا تالمو كان منعزل، العسكر نسمعوا به غير من أبنائنا برك اللي راحوا يجوزوا الخدمة الوطنية. وفي أمور البوليتيك كانوا غير 4 إلى 5 أشخاص من هذا الدوار برك اللي تبعوا السياسة وكانوا مع الفيس. أما الباقي كانوا ناس بسطاء يعرفوا غير الفلاحة والرعي والصيد ومحلاها معيشة. بعد ما تخلطت البلاد وبدات الفتنة، أولاد الدوار هذا بدات تضيق عليهم، اللي جوز الارمي يموت، ومن جهة أخرى كانوا الجماعات المسلحة لازم كل سمانة يجوا الواحد من أبناء هذا الدوار ويجيبوا معاهم ورقة فيها حوايج يخصوهم، وهو يروح يشريها لهم السوق. كان السوق يسموه سوق عمورة، ويروحوا ليه على البغال. سوق عمورة هذا كان تابع لواد الشرفاء في عين الدفلة. المهم يا إما تشري وشي حوسو ولا الجلد، الفلاقة تاكلك في البداية برك، بعدها ولا الموس هو اللي ياكل الفلاحين مساكن لو كان ما يشرو لهم وشي يحوسو. كانوا تاني كل يومين ولا 3 يطيحوا على دار ويقولوا الملاها: اليوم العشاء عندك 300 إرهابي يمشوا واحد مر واحد. وكانوا الكبار يحذرونا حذاري تغلطوا معاهم، ولازم تاني نقولوا لهم الخاوة. بدات ليام الجوز والحالة تزيد تتزير على هذا الدوار. كان أقرب طريق وطني قريب لنا هو طريق حناشة، الرابط بين ولاية عين دفلة والبرواقية، ويبعد حوالي 15 كيلومتر. راني نحكي لكم على الطريق. أما المدن المجاورة كانت حناشة تبعد حوالي 30 كيلومتر، واللي صار فيها ما صار، وبلدية بوعيشون اللي تابعين لها تاني حوالي 30 كيلومتر. طريق الوطني هذا صارت فيه قصة كامل للجيش الوطني، حوالي 39 عسكري. وفي هذا المكان بالضبط تقتل من بعد الإرهابي الخطير السايح عطية المدعو الخن، تقاس تمه ومات في المدية. هذا الإرهابي الخطير وقبل ما يطيح فات علينا ومعه حوالي 300 إرهابي، ومعهم حتى RPG، كانوا كامل لابسين أفغان، جايين من غابة تفصلنا على قصر البخاري. كانت بلاصة معزولة وتخوف لليوم. المهم فاتوا علينا وراحوا داروا كامين. الوالد يومها كان خدام في جنان التفاح، وكي جا راجع للدار مع جارنا اسمه الحوات، عنده طونوبيل 404، كان راجع للدار مع العائلة تاعو. الوالدة وبعض النسوة راكبين من الخلف، ويقلع الرصاص وهما وسط العسكر. والوالد الله يطول في عمره سلكوه الودان والشعب، ومول 404 حبس يستنى في فرج ربي، يرجع يموت يقدم يموت. المهم حوالي 39 عسكري الله يرحمهم استشهدوا، وعسكري سلكاتو المرأة اللي كانت راكبة في 404 خباتو تحت الحايك. هادوك العباد نفسهم عاودوا رجعوا علينا بعد ما كملوا العملية. ريحة الدم على بعد 500 متر تشمها، يعني العسكر راحوا فيها مساكن رصاص وموس، بصح جابوا حقهم وقاتلوا للنهاية رغم الفارق، 39 جندي ضد 300 إرهابي. والدليل أنه الأمير عطية الخن تقتل في هذه المعركة العنيفة، وهذه المعلومة احنا أهل هذاك الدوار نشهدوا عليها.
بعد ما وقع الشي كاين اللي قرر يهرب، بصح شكون يقول للآخر راني رايح وكيفاش تخرج وين تروح؟ الغابة يا خويا أمازون، يعني تتلاقى على الأقل بهم في الطريق إذا نوي تهرب. في أواخر سنة 95 قرر الوالد يخرج من الدوار، وكانوا سبقونا بزاف من أهل الدوار، باعوا كلش بأرخص الأثمان وهربوا. شقى حياتهم والرزق تاع جدودهم. جدي وعمي قعدوا تم، رحت أنا والوالد واستقرينا في البليدة، بصح كيما يقولوا هربنا من الحبس طحنا في بابه. أيرحل ناس كنا في حي والله غير حي معمر بيهم يا لطيف. كان الوالد هو الوحيد اللي ماشي معاهم، لأنه بعد أيام جاو الجماعة للوالد قالوا له رانا سقسينا عليك الهيه وما راكش موسخ عندنا هنا، إما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وها حل عينك. المهم الوالد خرج ليهم بلون ودخل بلون واحد آخر، وين يروح الإنسان درك؟ بعد مرور حوالي عام، واحد النهار كنا رايحين نقراو والوالد يخدم، نلقاو 7 رصان مقطعين ومعلقين في شجر الزيتون. كانوا من خيرة شباب الحي. هذاك الحي كامل الفرغ من الصباح للعشية واحد مقعد. المهم ما لقينا وين نروحو، قربنا العسكر، مشينا حوالي 500 متر ودورنا رجعنا. احنا واللي كيف نكرهوا من الحياة وكرهوا هاد الدنيا بأكملها. كنا حوالي 64 عائلة، بناء فوضوي وقراب العسكر، وهو حي مرمار في ولاية البوليدة. وللأمانة العسكر في البداية تخوف منا، بصح بعد مرور ايامات دار ثقة فينا، وين لقانا نهار الكبير نهربوا ليه. والله يا خاوتي كانوا في رمضان يجوا يدوا الكسرة من عندنا بلا خوف، وهذا الشيء قوة المحبة والثقة بين الشعب والجيش الوطني. المهم بعد ما داروا بومبا في الابتدائية اللي كنت نقرأ فيها، عاود رجعت مع عمي للدوار، نشفى لها جا ضيف لصقت فيه ورحت معاه. تالمو نعشق البرية والطبيعة. في أواخر عام 96 الجيش صنفوا الدوار تاعنا إرهاب، بالرغم من أنه دوار كامل طلعوا منه 2 برك للجبل، والباقي مغلوبين على أمرهم، وما تقدرش حتى تصنفهم دعم وإسناد، لأنك أنت ماشي موجود ورانا بين يديهم، وروح أنت وقول لهم لا. واحد النهار خرجنا الصباح، رجعنا القيلولة. وقت القيلولة بالضبط قوات كبيرة للجيش صادمة، ليشار، بيل، هليكوبتر. والله يا خوتي منظر مهول. 7 سنين شفت صوالح هادو. في دوارنا كنا نعرف الضوء على القنديل، وهاد الحكاية اللي راني نحكيها لكم كلها مازال ما عرفتش فيها تريسيتي واش هي. يعني دوارنا والمكان اللي راح له الوالد ما يعرفش تريسيتي. لقيت روحي نشوف هليكوبتر، ليشار، البيل تاع العسكر، وعدد مهول من العساكر كان شعارهم هو أحلف والحقنا، المهم قيامة. هذه العملية لاقت استحسان كبير من طرف ولاد الدوار. المهم هز واش تحتاج وسوق غدمك وطريق قدامك. رحلونا الدوار ولاد بو 10، وين حطوا الغنام تاعهم، والنص الاخر راح للسي المحجوب وين بناو لهم كراجات. تتخيلوا 7 سنين مشيت مسافة 30 كيلومتر بين الحجار والحراش، من 1 تاع النهار ل8 تاع العشية وزمان الصيف. كنت فكرها نبكي. مزية كانت أخت جدي ساكنة تما، وين رحبت بينا وضيفتنا عندها. بصح يقولك دوام الحال من المحال. بعد حوالي 3 أيام سمع الوالد جداني لعندو، هز عمتي معايا، وعمي وجدي ما يقدروش يسمحوا في مالهم، عاشوا في هادوك الكراجات، ويوميا يهبطوا من السي المحجوب لولاد بو 10 باش يرعاو غنمهم حوالي 15 كيلومتر. بعد مرور حوالي 1.5 عام أواخر 97 الناس ملت من هذيك المعيشة. بعد ما كانوا في الاتساع بين الجار والجار شحال من كيلومتر، ولو كامل راقدين في كراج بينك وبين جارك زنيقة. تواصلوا مع قائد القطاع العسكري وقالوا له بالحرف الواحد احنا راجعين، يا تسلحونا وتخلونا نحاربوا هادو الناس، يا يكملونا ينكملوهم، يا تخلونا نروحوا بلا سلاح وخلوا يقتلونا.
بصح في هذاك الوقت انت جاي من الدوار كان معشش فيه الإرهاب، شكون راح يتحمل المسؤولية ويعطيك السلاح؟ المهم الديوجيب بين ولاد الدوار وقائد القطاع العسكري أخيرا تفاهموا باش يعطيهم السلاح. صح واش من سلاح؟ سنطرة وفوزي وبومب، وهما حوالي 40 شخص. للأمانة منهم حوالي 8 ماشي ولاد الدوار، هما من ولاد بوعيشون والسي المحجوب، بصح كانوا رجال. قائد القطاع هنا كان خايف، وهذا حقه، ودار تصرف حكيم وعطاهم كامل فيزي وسناطر، وزيد كي راحوا ما داوش معهم عائلاتهم، راحوا وحدهم واستوطنوا قرية عين بالخير. تشبه بزاف الحبس زاويرة اللي شاف مسلسل سيدنا يوسف. كانت قرية جاية في راس الجبل وعلى انحدار حوالي كيلومتر، وتستوي الأرض ويجوز منها واد بوغزول. المهم داروا المدرسة ثكنة، والقرية هذه كان فيها حوالي 10 ديار، بنيان قديم ومدرسة، والحشيش داير حالة لو كان يكون الخيل يلعب فيه ما يبانش. مدة عامين هذا المكان ما دارش فيه بنادم، وزادوا بناو قارطات على مشارف هذيك القرية واستعدوا للمعركة. العسة كيما تعلموها وقت الخدمة الوطنية نهار وليل، وبعد مرور شحال من يوم عرف قائد القطاع العسكري باللي راهو مع رجال، ولا غير في نفس اليوم ادلهم سلاح كلاشينكوف وسيمينوف. والحق يوم المعركة بين الشعب يدعمهم الجيش الوطني وبين الإرهابيين المخربين. في هذاك اليوم صدموا عليهم حوالي 100 إرهابي، كانوا ولاد الدوار دايرين عساسين في القارطات على الجوانب، والجماعة الأخرى كل واحد ويلاتي، وعلى الأرجح دومينو في ليكول. المهم كانوا تاكلين على رجال برا عساسين. واحد من جماعة القارطة لاحظ حركة غير عادية، كانت مقابلته شجرة تاع السدرة قدامها تراب بيض، جاو يتمشوا على رجليهم ويديهم نورمال، حتى كي تشوفهم انت بما انك وليد الريف تقول حلوف برك. الحارس هداك توسوس تيرحبه يا حبيبي ويقلع رصاص، وموراه دخلت الرجال اللي راهي في القرية وبدات الحرب. كان زمان شتا، كروشاج كان من مسافة 10 أمتار على الأكثر، واستمرت الحركة من 6 العشية حتى للفجر، والحمد لله ولا واحد مات من ولاد الدوار المقاومين، فقط واحد جريح وواحد إرهابي وجبدوه صحابه بالحبل. صباح العسكر قلع من الناحية الأولى للمكان وين صارت المعركة، وكانوا دايرين في بالهم باللي الناس ماتت والسلاح راح. قائد القطاع العسكري كي خرجوا له السبوعة بدا يفرح ويسلم ويزيد، ومن هذاك التاريخ والكمائن بين ولاد الدوار والحرس البلدي، وزادوا دعموا المنطقة بثكنة وهبطوا العائلات. في 2002 خرج الجيش تمشيط ومعهم الحرس البلدي، قتلوا 3 إرهابيين من جماعة عاصم، ومن هادو المقضى عليهم واحد طلع للجبل وسقس على الحرس البلدي اللي قتلوا له خوه، وغدر بيهم في كمين بعين بالخير وهما راجعين وشارين الحلوى لولادهم، ذبحوهم ونكلوا بيهم، وحضر جنازتهم في هذاك الوقت حتى الوالي زوخ والي المدية هذاك الوقت. وكي كان الوالي في الطريق داروا له بومبا وسلك منها، وهاد البومبا راهم كانوا دايرينوا عليها تحريشة واحد الوقت، بصح هي حقيقة. وهذه هي قصة دوار عين بالخير اللي عانت بزاف، واليوم الحمد لله في أمن وسلام راهي بفضل ربي ثم بفضل ولادها وتضحيات الجيش الوطني اللي ما زال اليوم معاهم يتقاسموا الخبز وطاس البن. من بعدوش ونبقاو في ولاية المدية اللي صرا فيها ما صرا في وقت العشرية، خاطر كانت هي مقر قيادة الجية. وهذه قصة عائلة بوجمعة مسعودان وعائلة صغواني وعائلة مغني في ولاية المدية. هذيك المدينة الجميلة البسيطة، غابات وأرض عمروها ناس بسطاء وطيبين معروفين من بكري بمهنة الرعي والفلاحة. حياتهم بسيطة، ياكلوا من واش جابت الأرض، بصح الجمال فتنة لا تدوم بعد ما تعرضت هذه الأرض الطيبة لهجوم الوحوش والهمج. في دوار بني جغلال دائرة طابلاط خلقت عائلة مسعودان مسعود وعبد القادر وبوجمعة وعمر.
3 إخوة يسكنوا في دوار بني جغلال. كانت حياتهم هومتان بسيطة مبنية على الفلاحة، تربية الماشية كما كامل دواوير الجزائر. وتخيل هادوك الديار المخدومين بالحجر والقرمود اللي كانت تجتمع تحت سقفها العائلة ومائدة ومدفأة، قارورة غاز ولا نافخ جمر. نرجع شوية اللور قبل الواقعة. في سنة 1994 كان لقاء الوحدة بين الجماعات الإرهابية بمنطقة بومادي، بين دوار بني جغلال التابعة لطابلاط وبني بلعيز تابعة العيساوة. هذاك الاجتماع اللي خلاص بعدم التوافق، وهنا بدات الحرب الطاحنة والعنيفة للهيمنة على الإقليم بين الآيس والجية. طبعا وهي حرب رايح يكون حطبها الشعب المسكين. دوار بني جغلال كان تحت سيطرة جماعة الآياس، ودوار بني بلعيز كان الجية، ولا كل فريق يترصد للآخر. واللي ما يعرفش الآياس هي الجيش الإسلامي للإنقاذ، وكان مقرهم الرئيسي في جيجل وأميرهم هو مداني مرزاق. والجية هي الجماعة الإسلامية المسلحة، وكان زعيمهم في وقت وقوع الحكاية هو الأمير جمال زيتوني. المهم واحد النهار في سنة 95 كانوا 5 أفراد من الآياس مجتمعين في منطقة البراهمية التابعة لبني جغلال، وهنا مجموعة من الجية صدموا عليهم وتم ذبح 4 أشخاص. الخامس حكموه داوه معهم أسير، وكان هذا برتبة مفتي المجموعة. بعدها بيامات لقاوه مذبوح، وفي طريق انسحابهم لقاو راعي غنم واللي هو محمد عامر وليده. قتلوا عمي محمد بطريقة أقل ما يقال أنها بشعة، شقوه على زوج وذبحوا وليده وحرقوا جثته. وذنب هذا فقط أنهم كانوا يسكنوا في دوار اللي كان يسيطر عليه عدوهم الأياس. من هنا بدأت الحرب بين الفرقتين، هذا يراقب هذا بالمنظار، وهذا يترصد هذا، وهذا يكفر هذا. هذا الحادثة غيرت حياة سكان الدوار، وعدوا ما يباتوش في بيوتهم كما قبل. البعض شرا ولا كرا دار في المدينة، يرجعوا في الصباح لفلاحتهم وغنمهم ويرحلوا في العشية. وكاين اللي بقى في دارو ما حبش يرحل خلاص، يا إما فقير ما عندوش، ولا متمسك بدارو وما يخليهاش مهما كان الثمن. والحقيقة دوار ولا جغلال ما صرش فيه مآسي كثيرة، بصح كاينين 2 شباب في الخدمة الوطنية ذبحوهم ساكن، والباقي كان عبارة عن تعزير بالجلد. وفي هذا الدوار تاع بني جغلال دائرة طابلاط كما قلنا من قبل نشأت عائلة مسعودان، مسعود وعبد القادر وبو جمعة وعمر. عمي بو جمعة قدر عليه ربي أنه يدير عملية جراحية على المصران الزايد في الجزائر العاصمة، وبعدها ما خرج بات الليلة عند بنته اللي كانت تسكن في العاصمة. وكما تعرفوا أهل الدوار يقلقهم الحس وفوضى المدينة، ويحبوا يبقوا في ديارهم البسيطة. حاولت معه بنته باش يبقى عندها أكتر حتى تتحسن أمور الصحية، بصح ما حبش. رجع عمي بو جمعة بعد ما ارتاح، دار عشاء صدقة لله، بصح ما كانش يعلم باللي هذا هو العشاء الأخير. كان من بين الجماعة اللي حضروا تعشاو أعضاء من الآياس، خاطر كانوا من أبناء الدوار، وفي نفس الوقت كان الطرف الثاني وهما الجية يراقبوا من البعيد. جماعة مسلحين دخلوا البيت فلان، خلاص يعني راهو ضدنا. تفرقت الجماعة وبقى عمي بو جمعة مع مرته خالتي فاطمة ونسيبته خالتي الزهرة، وكانت أول مرة تبات عندهم. وبناته في 3، نوارة وبنت أخته عايشة، وكان معاهم ابن أخته محمد وهو من الصم والبكم. وفي هذاك اليوم شرت له أخته صباط ولبسة عشتا فيستا. اتعشوا الجماعة والمعارض وراحوا. طاح الليل بكري، وكان شهر فيفري زمان الشتا، الجو بارد يقطع، قطرة نو وقطرة ريح. حكمت عائلة مسعودان بلايصهم باش يرقدوا، وفجأة سمعوا الطبطيب على الباب. اسكات، وحكمهم الرعب، وشكون هذا؟ والصوت من مور الباب يقول افتحوا لا نذبحك. كانوا جماعة الجية، وكان الصوت هو صوت الذباح المدعو يعقوب.
عمي بوجمعة رفد باله في يده وصدموا الجماعة وكسروا الباب، واشتبك عمي بوجمعة معاهم باش يحمي عائلته. بصح الصحة بنت الكلب خانته، خرجوها عند الباب وطرحوها على الأرض وذبحوه كي الشات وأهله يشوفوا. بعدها مرتو خالتي فاطمة، وبعدها نسيبتو خالتي الزهرة، وبعدها بنته كانت ترضع غير كيف زيدت. حكم ذبح ولدها وعطاها لأختها الصغيرة وذبحها، وبعدها أختها الصغيرة طرحها على الأرض باش يذبحها. بصح هنا الموسح فالو. بعدها حط رجله على البنت عائشة وطلب من صاحبه يعطيه حاجة يمضي بها الموس، وفي هاد اللحظة ضرباته البنت برجل وهربت، وهي ماشي عارفة حتى وين تهرب من هذا القدر المحتوم. غريزة النجاة خلاتها تدخل الجناين وبلايص ما يقدر يدخلهم حتى الجيش. وتخيل البرد والظلام والجناين وانت الرعب حاكمك، تجري وتتلفت تطيح وتنوض. فجأة حكمها واحد من فريق الذباحين وغلق لها فمها. بصح طلقها وقالها ما تهربيش من هاد الجهة، راح تلقاهم قدامك، أهربي من هالطريق، راهو آمن الدوار بني بالعيس. وكان هذا الدوار تسيطر عليه الجية، وكان خالها يسكن فيه. راحت ديركت لدارو بصح ما لقاتوش، بصح ساعدوها بعض الجيران على الهروب لبلاصة آمنة. الجماعة من هيه بعد ما كملوا المجزرة تاعهم خلاو ابن أخت عمي بوجمعة محمد وقالوا له خلوك تعيش باش تبقى شاهد وتحكي والشفت. في الوقت اللي كانت في المجزرة وكانت قايمة والعياط، في الدار اللي مقابلة كان يسكن فيها عمي عمر خو عمي بوجمعة، طلع فوق القرمود وقطع خيط تريسيتي باش تولي الدنيا كامل ظلام. بالك هذا وش قدر يعاون به باش يعاون خوه باش يقدر يهرب ولا يتخبى، وهو حكم طريق الفيلاج مع ابن خوه ومرته، وخلى من وراه بنتها الكبيرة بالك عندها 13 سنة وزوج خاوتها. بعد ما كتر العياط خلاهم الأب من شدة الرعب، بصح من بعد هربت مع خاوتها وخبتهم تحت التبن، وكانت شاهد وسمعت وشافت كلش. من الجهة الأخرى كان مسعود هو أخ بوجمعة، وبعد ما كثر العياط والهرج والمارج خبى النساء والزوجة في مطمورة وغطاها وهرب مع ابنه أحمد الجنان اللوز وتخباو. المشكل بيت عمي مسعود كان في الطريق اللي جو منها جماعة الجية، وشافهم وليدو قبل ما يوصلوا في الأول، بصح ما كانش عارف باللي جية، كان يحسبهم الآياس المسيطرين على الدوار. ومع طلوع الفجر خرجت الطفلة وتقدمت لبيت عمها، لقات مرت عمها وبنتها اللي ترضع ما زال فيهم الروح والنفس. هزت خمار لكل وحدة وربطت رقابهم باش يحبس الدم، وتخيل قمة الرعب والخلعة وانت تسمع وتشوف الموت. عمي مسعود راح للمدينة وخبر قوات الأمن. خلصت المجزرة وطارت الأرواح، ومع طلوع الفجر ونور الصباح لحق الجيش الوطني ووقف على حجم الكارثة والدمار. كان عدد الضحايا 8، منهم 6 تقتلوا وسلكت مرت عمي بوجمعة وبنتها اللي ترضع، ورفدوهم للسبيطار البويرة وين بقاو 4 أشهر في الإنعاش، وكتب لهم ربي عمر جديد. بعد مدة ترصدوا أفراد من الأياس المجموعة اللي دارت المجزرة، وكانوا 4 من أفراد الجية، ودخلوا معاهم في اشتباك، قتلوا زوج وحكموا زوج حيين وسلموهم لقوات الجيش الوطني، وجابوهم للدشرة وعرضوهم على السكان وباللي هدوهما اللي داروا المجزرة. وكاين اللي يقول لك كيف الآياس يتعامل مع الجيش الوطني. هذه كانت في وقت الهدنة وين توقفت جماعة الآياس حبسوا وما عادوش يشتبكوا مع الأمن. ما رانيش عارف إذا كانت هاد الأسطر كافية ولا معبرة ومخلدة، وهل أعطينا الواقعة حقها، لكن أنا متأكد أن كل حرف يحمل قلبا مقهورا وأحزان ودموع عائلة كاملة. رحم الله كل ضحايا المأساة الوطنية. يقول أيضا هذا المتابع أن من ولاية سطيف من بلدية عين مولمان من مواليد 1990. نشفى واحد المرة في سنة 2000 ولا 2001 كنت رايح نقرأ في الابتدائي، رحت نقرأ على 10 الصباح، كنت أشوف الكماين تاع العسكر بزاف أكثر من 300 كاميون. من بعد رجعت على 1:30 لقيتهم مازال يفوتوا حتى الساعة 3. كان بابا يخدم باتريوت وخويا حارس بلدي. من بعد سمعت جدي وجداتي الله يرحمهم قالوا باللي راهم رايحين لجبل بوطالب، وسمعت باللي بابا وخويا تاني راهم في جبل بوطالب. بعد يومين ولا جا بابا من جبل بوطالب
وقالنا بلي العسكر راهو محاصر غار واسموه غار بيان، وحط في الغار تيانتي والغاز وفجر الغاز. بعد مدة من الحصار والقيام بالمهمة في الجبل رجع العسكر بعد تمشيط كبير. بعد أسبوع من هذا الحصار كان جدي الله يرحمه ما يحب حتى واحد يهدر وهو يشوف النشرة تاع 8. كنت أنا وخويا نهدر وتقلق جدي وخرجني من الدار. كنت عايش عند جدي، وكان بيت جدي هو آخر بيت في بلدية عين والمان، وبعيد على سونتر فيل تاع عين والمان ب500 متر برك. كي خرجني جدي من الدار كانت الظلمة، كنت نشوف الظلام، وبعد 10 دقايق نشوف في واحد يمشي في الخلا. من بعد زاد فات واحد آخر، من بعد واحد آخر، حسبتهم كانوا في 7. وكي كانوا يمشوا كان كل واحد بعيد على الآخر بحوالي 20 متر. دخلت نجري لعمتي وجدي وجداتي وقلت لهم خرجوا يشوفوا ما لقاو والو. قالوا لي تكذب. وبعد يومين سمعنا باللي حكموا 7 إرهابيين أحياء، حكمهم الدرك الوطني وحولوهم من ولاد سيدي أحمد العين والمان. داروا معاهم لونكات وقالوا لهم وين كنتوا وين رايحين. قالوا باللي كنا في جبل بوطالب ورايحين لجبال البرج. قالوا لهم واش صرا في غار بيان. قالوا لهم كانوا معبيين بالإرهاب، وإحنا نهار الحصار تاع الجيش للغار ما كناش تم. هاد الكلام كيفاش عرفتوا؟ خاطر بابا هو اللي جاء عند جدي وحكالو باللي 7 إرهاب فاتوا على الدار. من بعد قالوا جدي وليدك راهو قالنا شفت الإرهاب، ونحسبوه غير يكذب. كاينه قصة أخرى تاني نشفى. واحد نهار خرجنا من القراية على 5، واحد طفل يقرا معانا جاو داوه الشرطة القضائية، وكان هذا الطفل بابا يخدم مع بابا باتريوت. غدوة كي جا قلت له علاش جاو داوك لابوليس؟ قال لي راهو جاليا واحد الراجل ما يسكنش في عين والمان، وقال لي وشكون في هادو الباطيمات تاع 300 مسكن عنده سلاح. وصاحبي هذا مالقري صغير بصح يعرف مليح وفاهم، خاطر هو كان يسكن بين الرصفة وراسيسلي، وراح له من تما على خاطر الإرهاب كان بزاف وين قراب ليهم جبال سوبلاو وبوطالب. راح صاحبي هذا خبر خوه الكبير، وخوه الكبير خبر باباه اللي راح للشرطة. قال بعدها داوني الشرطة للدرك وتما وراو لي صور بزاف، وقدرت نتعرف على صورة هذاك الرجل. يقول هذه هي حكايتي. تقول تاني هاد المتابعة نحكي لك قصة جدي الباطل في أيام العشرية السوداء. في سنوات التسعينات 94 جدي كان يخدم في الجيش الوطني رغم معارضة باباه له. حتى قبل ما تبدأ الأزمة تاع التسعينات جدي من الناس المحبين للوطن بزاف، ما قدرش يصبر ودخل للجيش الوطني. كان معروف في منطقة عين الدفلة أنه شجاع بزاف. والقصة اللي دهشتنا هي هذه. كان جدي عنده صديق وهو صديق العمر عمي أحمد. في هذاك الوقت جات دالة جدي باش يديروا تمشيط المنطقة، معروفة أنها بلاصة مرعبة. حتى جدي كان يعيط لها المغدور من بشاعة وش صرا فيها. جات دالتهم لأنه كما معروفين الجيش مقسمين كل مرة يخرجوا جماعة. هذاك النهار دالة جدي وصاحبه عمي أحمد الله يرحمه وصلوا وبدأ تمشيط عادي، بصح كان الصمت ولا الهدوء اللي قبل العاصفة. بعد لحظات بدا رصاص يجي من كل جهة بشكل عشوائي، وماتوا بزاف منهم. عمي أحمد اللي كان قدام جدي وطاح عند رجليه، والدعم كان مازال ما وصلش، كان بعيد بزاف. وبقى جدي وحده يقاتل فيهم من 8 تاع الصباح حتى 12 بكلاش واحد برك وسلاح عمي أحمد الله يرحمه. وهما كانوا طاحوا عليهم، كانوا حابين يدوا عمي أحمد ينكلوا بالجثة تاعو وينحوا له سلاحه، بصح جدي البطل ما خلاهمش وحما سلاح عمي أحمد. وكامل اللي كانوا قرب لهذيك المنطقة قالوا أنه مستحيل يكون عايش، بصح جدي قتل أكثر من 20 إرهابي وحده. حسب ما يحكي لنا جدي أنه هذاك النهار الإرهاب جاو جماعات كبيرة وتفرقوا، ومصدر الرصاص ما كانش من جهة واحدة برك، كان من عدة جهات. وجدي حما نفسه بالبوطو تاع تريسيتي، وكل ما يقربوا الإرهاب باش يدوا عمي أحمد جدي كان بالرصاص يطيح عليهم. مشى الخبر أنه كل الجيش اللي كان في المنطقة استشهد بسبب عملية إرهابية. وكما تحكي لي أمي كي وصلت لدارهم لقات كامل الناس تما وتعزي فيهم، يحسبوا أنه جدي توفى.
بصح بعد ساعات يوصل الخبر أنه الكوموندون فلان خرج عايش وسل كامل الشهداء وما خلاش الإرهاب يدو الجثث تاعهم. وهنا جدي ورجع معاه صديق الروح، وحزن عليه حزن كبير بزاف، وكان دايما يقول ربي يعلم كيفاش سلكت. وكان كل ما يروحوا يديروا عمليات في الغابة ما كانش يخلي الجنود الجدد والصغار يكونوا في المقدمة. كان جدي عمره لا يكسر الحياء في الدار، وما يدخلش على نساء في ديارهم حتى يستروا رواحهم باش يدخل. وكل المنطقة شهد الجدي ببطولاته، حتى انه كاين اللي قالنا جدكم السبب اللي خلانا ما نخافوش ونرفدوا السلاح. نتذكر ثاني قصة ليه قدام منزل جدي، كان منزل كبير. ماما تقول لي انه كانت مريحة تلعب، حتى في ثواني تنفجر قنبلة كبيرة اللي من هول الصوت الانفجار تاعها الناس تفاجأت، إلا جدي الشجاع اللي راح قفز من فوق السطح ودخل الدار اللي فيها الانفجار باش يسلك الناس اللي كانوا لداخل. سلكهم الحمد لله. كما قالت لي أمي مشهد لا ينسى، لأنه خرجوا محروقين وأشلاءهم وراهم. وكاين عدة قصص ومغامرات عاشهم جدي، ومن كثرة مغامرات وعدم الخوف تاعو الإرهاب داروه بين عينيهم، وكانوا حاطين اسمه في القائمة السوداء، وحبوا يفجروا داره ويقتلوه. لكن العمر كانت طويلة وكشفوهم والحمد لله. جدي الآن يبلغ من العمر 74 سنة، مصاب بمرض السرطان. الله يعافينا وإياكم. أي واحد يسمع القصة يدعي الجدي بالشفاء، قولوا آمين. وصلنا لنهاية هذه القصصات، شكرا لأنكم تابعتوها.